مصر أرض الفراعنة لم تكن دائما مملكة موحدة. لقرون كانت البلاد مقسمة إلى مناطق متناحرة، كل منها تسعى للسيطرة. انهارت المملكة القديمة، وهي فترة ازدهار وبناء الأهرامات، مما أدى إلى فترة من الفوضى. وفي مكانها ظهرت ممالك متنافسة تتنازع على السيطرة على وادي النيل الخصيب، مما أدى إلى صراعات مستمرة. عرفت هذه الحقبة بالفترة الانتقالية الأولى، وكانت زمن اضطراب وصراع، حيث لم يكن هناك حاكم قوي يوحد البلاد. كافح ملوك الشمال الذين حكموا من منطقة الدلتا ضد حكام الجنوب المتمركزين حول طيبة في صراع لا ينتهي. وكان لانقسام مصر تأثير مدمر على البلاد، حيث تدهورت البنية التحتية، تعطلت طرق التجارة، وتدهور الاقتصاد بشكل كبير، مما أثر على حياة الناس اليومية. سقطت المعابد في حالة سيئة، وضعفت السلطة المركزية للفرعون، مما زاد من الفوضى. عانى شعب مصر تحت وطأة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية، حيث لم يكن هناك أمل في الأفق. لقد كان وقتا مظلما، بعيدا كل البعد عن أيام المجد في المملكة القديمة، حيث كانت الحياة مزدهرة. تاقت البلاد إلى قائد قوي، شخص يمكنه إعادة توحيد الأرضين وإعادة النظام إلى الفوضى، ليعيد لمصر مجدها السابق. من مدينة طيبة ظهرت قوة جديدة. ورث منتوحتب الثاني، أمير من العائلة المالكة الطيبية، مملكة في حالة اضطراب. بدأ والده إنتف الثالث عملية توسيع النفوذ الطيبي، دافعا شمالا ضد منافسيهم. سيكمل منتوحتب الثاني طموح والده، لكن المهمة التي تنتظره كانت شاقة. لا يعرف الكثير عن حياة منتوحتب الثاني المبكرة، لكن من الواضح أنه كان قائدا واستراتيجيا ماهرا. لقد فهم التحديات التي تواجه مملكته، وكان مصمما على استعادة وحدة مصر. جمع جيشا قويا مدربا على القتال على الأرض وفي نهر النيل، وبهذه القوة سيتحدى الشمال ويسعى جاهدا لاستعادة عباءة الفرعون لطيبة. بدأ عهد منتوحتب الثاني بمصر مقسمة، لكنه تصور أرضا موحدة تحت حكمه. مثل الحكام الشماليون المتمركزون في هيراكليوبوليس عقبة هائلة. كان لديهم جيوشهم الخاصة، وكانوا مصممين على مقاومة التوسع الطيبي. سيكون الصراع بين الشمال والجنوب صراعا طويلا وشاقا. لسنوات قاد منتوحتب الثاني قواته في سلسلة من الحملات. اشتبكت جيوشه مع الشماليين في معارك ضارية خاضت على طول وادي النيل. ببطء ولكن بثبات اكتسبت قوات منتوحتب اليد العليا. استخدم مزيجا من القوة العسكرية والتحالفات الاستراتيجية لإضعاف أعدائه. عززت انتصاراته موقعه وقوضت معنويات القوات الشمالية. بعد سنوات من الصراع حقق منتوحتب الثاني هدفه: هزم الحكام الشماليين ووحد مصر تحت حكمه. كان النصر نقطة تحول في التاريخ المصري، حيث مثل بداية حقبة جديدة تعرف باسم المملكة الوسطى. مع السلام في الأرض، استطاع منتوحتب الثاني أن يحول انتباهه إلى إعادة بناء واستعادة مجد مصر. بشر النصر منتوحتب الثاني بفترة من الاستقرار والازدهار. اتخذ لقب موحد الأرضين، مما يدل على إنجازه في إعادة مصر معا. أعاد تأسيس السلطة المركزية للفرعون، وأعاد النظام إلى الأرض. استؤنفت التجارة، وازدهر الاقتصاد، واستعادت مصر مكانتها كقوة عظمى في العالم القديم. حقبة جديدة، الإصلاحات والنهضة في عهد منتوحتب الثاني. مع توحيد مصر، ركز منتوحتب الثاني على تقوية مملكته. نفذ سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى استعادة النظام وتعزيز الازدهار. أعاد تنظيم الحكومة، وعين مسؤولين موالين في مناصب رئيسية. كما استثمر في مشاريع البنية التحتية مثل قنوات الري والمعابد لصالح الشعب وتعزيز صورته كحاكم خير. أشعلت إعادة توحيد مصر في عهد منتوحتب الثاني نهضة الثقافية.
مع انتهاء الاضطرابات السياسية في الفترة الانتقالية الأولى، أصبح الفنانون والمهندسون المعماريون والكتبة أحراراً في التعبير عن إبداعاتهم. أعيد بناء المعابد، وزينت بنقوش وتماثيل رائعة. ازدهر الأدب مع أعمال جديدة تحتفل بإنجازات الملك ووحدة الأرض المجددة. مثوى أبدي، معبد منتوحتب في الدير البحري. للاحتفال بانتصاراته وتأمين إرثه، شيد منتوحتب الثاني مجمعاً جنائزياً رائعاً في الدير البحري على الضفة الغربية للنيل مقابل طيبة. كان هذا المجمع بمثابة نصب تذكاري عظيم يعكس عظمة الملك وإنجازاته. كان هذا المجمع وهو جزء معبد وجزء مقبرة، خروجاً جذرياً عن مقابر الأهرامات لأسلافه في المملكة القديمة. لقد كان تصميمه فريداً ومبتكراً. لقد مثل اتجاهاً جديداً في العمارة الجنائزية الملكية، حيث جمع بين العناصر الدينية والجنائزية في تصميم واحد. صمم المعبد في الدير البحري ليعكس قوة منتوحتب الثاني ودوره في إعادة توحيد مصر. كان هذا المعبد رمزاً لقوة الملك وسيطرته. بني المجمع على عدة مستويات متصلة بمنحدرات وأعمدة، مما أضفى عليه طابعاً مهيباً وفريداً. وكان يتميز بمدخل ضخم يؤدي إلى شرفة مركزية، حيث يرمز هيكل على شكل هرم إلى تل الخلق البدائي. هذا التصميم كان يعكس المعتقدات الدينية العميقة للمصريين القدماء. زين المجمع بأكمله بالتماثيل والنقوش والكتابات، احتفالاً بإنجازات الملك وصلته بالآلهة. كانت هذه الزخارف تروي قصصاً عن حياة الملك وأعماله العظيمة. الابتكار المعماري، إرث مقبرة منتوحتب. لم يكن معبد منتوحتب الثاني في الدير البحري مجرد نصب تذكاري لملك، بل كان بياناً للابتكار المعماري. كان هذا المعبد بمثابة نقطة تحول في تصميم المعابد المصرية. أثر تصميمه الفريد الذي يدمج عناصر الطبيعة ويندمج بسلاسة مع المنحدرات المحيطة على العمارة المصرية اللاحقة. هذا الدمج بين الطبيعة والبناء كان غير مسبوق في ذلك الوقت. ألهم تصميم المعبد فراعنة المملكة الحديثة اللاحقين، وأبرزهم حتشبسوت، التي استعار معبدها القريب في الدير البحري بشكل كبير من رؤية منتوحتب. هذا التأثير يظهر بوضوح في الأعمدة والتصميم العام. امتد تأثير المعبد إلى ما هو أبعد من تصميمه، فقد أثر على العديد من المعابد اللاحقة في مصر القديمة. أصبح استخدام معبد جنائزي منفصل عن حجرة الدفن الفعلية سمة قياسية للمقابر الملكية في المملكة الحديثة. هذا النهج الجديد في تصميم المقابر كان له تأثير كبير على العمارة الجنائزية. رسخ مجمع الدير البحري بمزيجه من العظمة والابتكار مكانة منتوحتب الثاني كملك باني وقائد صاحب رؤية. كان هذا المجمع بمثابة رمز لقوة وإبداع الملك. يقف مجمع مقبرته اليوم كشاهد على عهده وإرثه الدائم. يجذب الموقع الزوار من جميع أنحاء العالم الذين يأتون لاستكشاف هذا الإنجاز المعماري الرائع. إرث الموحد، التأثير الدائم لمنتوحتب الثاني. مثل عهد منتوحتب الثاني لحظة محورية في التاريخ المصري. أنقذ مصر من فوضى الانقسام وبشر بعصر من الازدهار والإنجاز الثقافي. أرست إعادة توحيده للأرضين الأساس المملكة الوسطى، وهي فترة من الاستقرار والنمو من شأنها أن تشهد وصول مصر إلى آفاق جديدة من القوة والنفوذ. لم يكن منتوحتب الثاني مجرد منتصر عسكري، بل كان مصلحاً وبانياً وراعياً للفنون. أعاد النظام إلى الأرض وأنعش الاقتصاد وعزز نهضة ثقافية تركت بصمة دائمة على الفن والعمارة المصرية. عاش إرثه طويلاً بعد وفاته وألهم أجيالاً من المصريين في المستقبل. الخاتمة: فرعون أعاد تشكيل مصر. قصة منتوحتب الثاني هي قصة طموح وعزيمة، وفي النهاية انتصار. ورث مملكة مقسمة على وشك الانهيار. من خلال البراعة العسكرية والفطنة السياسية أعاد توحيد مصر وأسس سلالة جديدة ستحكم لقرون. مثل عهده بداية عصر ذهبي
شهادة على قوة الوحدة والروح الدائمة لمصر القديمة. اليوم يذكر منتوحتب الثاني بأنه موحد عظيم، فرعون أعاد مصر إلى مجدها السابق. تقف آثاره وخاصة مجمع معبده الرائع في الدير البحري كرموز دائمة لعصره وتأثيره الدائم على التاريخ المصري. إنه شهادة على الروح التي لا تقهر للشعب المصري، وقدرته على التغلب على الشدائد والخروج أقوى من أي وقت مضى.